السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمشاهدي قناة مطبخ ملال. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد وصفة عملية اللي صراحة غادي تنفعكم وغادي تختصر لكم بزاف الوقت. هي بطاطا فريت غادي نعملوها، نفريزيوها ولا نعملوها في الفريجيدير في المجمد كيما احتاجيتوها. تقريبا خاصة اللي عندهم الوليدات يقراو، فاحنا غادي نبداو إن شاء الله هاد الوصفة ديالنا، وممكن تحتاجوها بزاف وما نطولش عليكم. شكرا على الحضور ديالكم، ونبداو ان شاء الله الطريقه والمقادير. هنايا عندي تقريبا، انا ما عنديش واحد الكميه كبيره، وانما عندي واحد الكيلو ونص كتجربه معكم. اولا الوصفه عندي نيت الابن ديالي تيبغي بزاف البطاطا، غير مكنبغيش نقليها ليه، كنحاول ما يمكن نعملها في الفران. فاول حاجه عندنا بطاطا خص تكون شوي كبيره كما كتشاهدوا، ما تكونش بطاطا صغيره. اول حاجه غادي نقيوها، نقيو البطاطا ديالنا. نحاولوا نقيو البطاطا ديالنا، من بعد غادي نديروها في الماء، وغنستمروا على نفس الطريقه حتى نكملوا تنقيه البطاطا ديالنا. هنا بعد ما نقينا البطاطا كما كتشاهدوا درناها في الماء، كنديرو في الماء باش يتحيد لي داك شويه النشا. دابا غادي نحاولوا نوريكم التقطيعه اللي غادي نديرو، يعني التقطيعه ديال اللي غادي نحاولوا نفريزيو اولا نديرو في الفريكو. بحال هاد الطريقه تكون كما قلت لكم غليظه. ندير واحد العبار باش يخرجوا لنا دوك لي باغيط غلاظ. ندير خلقه، نحاول نوريكم غير القدر اللي غادي تكون غليظه. بحال هاد الشكل، يعني تكون باقيطه غليظه بحال هاد الشكل، ما تكونش رقيقه، ما تكونش بحال هادي مثلا ضعيفه، بحال هاد الشكل هذا. دابا غادي نستمر انا على التقطيع ونعاود نرجع لكم. بحال هاد الشكل كما قلت لكم. وهادو اللي كيكونوا عندنا في الجناب ولا الرقيقين نجمعوهم ونقليوهم غير بوحدهم بلا ما نديروهم في الفريكو ولا شي حاجه. هذا القدر هذا. ونديروهم في الماء. ملي نقطعو البطاطا ديالنا نحاولو نديروها في الماء باش ينقص منا داك النشا. سالينا دابا التقطاع وعملنا في الماء بهاد الطريقه كما كتشاهدوا، باقيط بحال هاد الشكل. دابا شنو بقى لينا؟ المرحله الثانيه، هادشي اللي شاط لينا كما كتشاهدوا ممكن تسلقوه وتهرسوا ليه غير البيض للوليدات بحال هاد الشكل، قطعوه وديروه سلقوه وعشيوه خفيفه للدراري. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. عندي هنا ماء مغلي، هذا ماء طايب. اول حاجه نضيف ليه واحد المعلقه ديال النشا، هذه معلقه كبيره ديال النشا. من بعد عندي 2 ملاعق ديال الخل
أنا عندي غير كيلو ونص تقريبا، نديرو واحد 2 معالق كبار. من بعد غادي نديرو واحد نص معلقة نص معلقة كبيرة ولا معلقة صغيرة ديال الملح، متكونش بزاف، ونخلطو هاد المكونات. بعد ما خلطنا هادشي دابا غادي نديرو البطاطا ديالنا في هاد الماء المغلي، حاولوا ما أمكن البطاطا ديالنا تكون الماء فوق البطاطا. وهاد الماء هذا نصيحة، بحال هاد الماء هذا اللي كيشيط ديال النشا، هذا نشا البطاطا، إلا عندكم شي وريضة في الدار شي جريدة ولا هادي تحاولوا تسقيو به، تيكون بحال دي فيتامين للنباتات. المهم هذا غادي نديوه نسلقوه البطاطا غادي نحاولوا ما أمكن نطيبوها حتى تولي تهرس لينا، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش. دابا هنا البطاطا ديالنا كما قلت لكم كنديروها كطيب. أول حاجة بحال هاد الشكل، هادي خصنا نديرو لها هكدا تهرس، دابا هكدا، دابا خصنا نطفيو عليها لأن تهرسات لينا. أما إلا كانت بقات كتلوى مبغاتش تهرس تما مازالها. دابا غنطفيو على البطاطا ديالنا. من بعد ما سلقنا البطاطا كما كتشاهدوا، دابا غادي نديروها في هاد البول أولا في شي إناء آخر، نحيدوها من الماء السخون. هنا بعد ما حيدناها كما تشاهدوا معايا، هنا غادي نخويو عليها ماء بارد، يكون عندكم الماء شي خرعة في فريكو ولا في الثلاجة باردة، غادي نخويوها على البطاطا ديالنا. حاولوا الماء يكون بارد. نخليو البطاطا ديالنا في الماء بارد حتى تبرد على خاطرها. عاد غادي ندوزو للمرحلة الثالثة. بعد ما حسينا بأن البطاطا ديالنا بردات غادي نحاولو نخرجوها من الماء، نديروها تنشف، ولا غير تقطر مثلا، تقطر من الماء بعدا هو الأول كيف هكا. نخليو البطاطا ديالنا تنشف ونعاود نرجع لكم. هنا دابا وصلنا للمرحلة الأخيرة. عندنا واحد البلاطو بهذا الشكل ولا أي حاجة صينية كما بغاتكم، نحاولو نستوي على البطاطا ديالنا بهذه الطريقة، كتكون ناشفة. حاولوا ما تلصقوهمش. نديرو واحد الطبقة بحال هاد الشكل الأولى، نجيبو بلاستيكة نقية مثلا ولا سلوفان بهاد الشكل، نعملو طبقة أخرى من الفوق بنفس الطريقة. حاولو نبعدو بيناتهم ميتلصقوش.
نزيدو ميكا أخرى، غير هادي غادي نطويها، ونعمل طبقة، وما تمشيو بهاد الطريقة هادي حتى تساليو البطاطا ديالكم، هي جوج طبقات ديال ثلاثة، داكشي هي الكمية. حاولوا تبعدو بين البطاطات ميتلصقوش. صافي هاد البلاطو ديالنا غادي نديوه للفريكو. إلا عندكم فريكو كبير مثلا بلاطو بحال هذا، عندكم فريكو صغير مثلا ممكن تعملو طاسة البلاستيك، ديرو التفريشة الأولى وديرو البلاستيكة وتعملو ليها الفوقانية حتى تعمرو الطاسة ديالكم. إلا معندوش العرض ديال الفريكو، أنا دابا هذا غادي نديه للفريكو وغادي نجمد هاد البطاطا ديالي، عاد نكملو المرحلة الأخيرة إن شاء الله. أنا البطاطا ديالي كما كتشاهدو جبتها من الفريكو، ها هي نديرها مجمدة. غادي ندير واحد المجموعة هنايا، هاد الفوقاني غير هاد شوية هذا، هذا غادي نقليوه، والباقي ديالنا كما غتشاهدو معايا نديروه في بلاستيكات بحال هادو، اولا الا بغيتي ديروه في طاسات بحال هادو، نديرو على حساب مثلا داكشي اللي غادي نقليو، مثلا الوليدات ولا هكذا، واحد المجموعة بهذا الشكل، لأن هادي تجبديها من الفريكو وترميها في الزيت ديريكت، يعني ما غادي تسنيش تطلق ولا شي حاجة، ما خصهاش تطلق، كتلاح الفريكو وهي مجمدة. وحنا علاش جمدناها قبل ما نديروها في هاد البلاستيكات؟ باش ما تلاصق ليناش، هذا هو السر في أننا غادي نجمدوها قبل ما نجمعوها في البلاستيكات. هكذا كنديرو مجموعة مجموعة، وكنحاولو نسربيو باش متطلقليناش البطاطا ديالنا بهذا الشكل. نضيف هادي معاهم، هادي هي البطاطا، وغادي نمشيو نقليو هادي نشوفو النتيجة كي غتكون. هادي هي واحد شوية د البطاطا اللي قليت، هي هادي كتجي زوينة، ما خليتهاش تقلى بزاف، مازالها سخونة. هكذا تكون أحسن أنكم تعملوها بهاد الطريقة هادي، كتربحو بزاف د الوقت. بالصحة والراحة، شكرا للحضور ديالكم. حاولوا تجربوا بحال هاد الوصفات وبارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة. واللي ما مشتركش معنا في القناة وعجبته وعجبو المحتوى، مرحبا به، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.